الفترة اللي خدم فيها أنبا ديسقورس في الدير وبعدها جه أنبا يسطس كرئيس للدير. آه نيافتك ما حسيتش بصعوبة إن فجأة بقى فيه رئيس وأنا أقدم منه؟ لا انا كنتش اقدم منه. يعني كان أنبا يسطس أقدم. لا بصي، هو انبا يسطس اترهبن سنه 82. وكان ربيطه علينا، خد فتره ربيطه، وكانت في فتره وكيل، وبعدين بقي اسقف سنه 91. يعني نيافتك دخلت كان أنبا يسطس متواجد في الدير. سيدنا الأنبا يسطس انا اكتر واحد اتعلمت منه، استقبلنا، كان كنايسي. سيدنا الأنبا يسطس كان بيضرب الجرس، بيوزع المزامير في الغروب والنوم ونصف الليل، وكان اول واحد يستقبلنا احنا وبعض الاباء، وكنا بنتعلم منه التسبيحه. وكان يجي بعد في الصوم الكبير، قداساتنا بتبقى متاخره واحنا لسه اخوه، فكان الدير بيبقى مقفول، ما فيهوش زوار كتير خالص يعني او كده، فكنا نيجي بعد ما نصلي القداس متاخر، نروح ناكل لقمه، نفطر يعني مع بعض، وكان ناخد التسبيحه في اوضه فوق كنيسه الانبا مرقس الانطوني اللي موجوده في الدير. فالانبا يوسف انا اتعلمت منه كتير قوي قوي قوي، صحيح بجد.